بيبدأ الفيلم ببنت اسمها نوري وهي بتبص على قطة من شباك أوضتها، وفجأة بتتحول نوري لقطة ضخمة بجناحات، وبالصدفة بيشوفها أبوها وبيتصدم من قدراتها السحرية. بعد كام سنة بيقرر يقدم لها في مدرسة متخصصة لتنمية قدرات الأشخاص اللي عندهم قدرات خارقة أو سحرية. بتكون رينا صاحبة نوري هي كمان عندها قدرات خارقة وبتقدر تجمع كور من النار وتسيطر عليها، ونوري بتوريها قوتها وبتتحول لقطة ضخمة، وبيبان إنها مش متحكمة كويس في قدراتها. وتاني يوم بتتجمع هي وصاحبتها مع باقي الطلاب اللي رايحين للمدرسة. بيوصلوا لمكان في الغابة وهم متحمسين. بيقابلهم سكريف المشرف اللي هيوصلهم للمدرسة، وبيمشوا وراه لحد ما بيدخل بوابة سحرية. بيستغربوا كلهم لكن بيضطروا يدخلوا وراه، وبيلاقوا نفسهم في المدرسة وبينبهروا لما بيشوفوا طلبة بتطير في الهواء، وبيلاقوا مجموعة تانية بيتدربوا على تنمية قدراتهم وبيكتبوا لهم رسالة ترحيب في الجو. ونوري واللي معاها بيحاولوا يصوروهم لكن ما بيلاقوش شبكة في تليفوناتهم. وبتظهر مس نايت مديرة المدرسة وبترحب بيهم وبتعرفهم انهم موجودين في المدرسة عشان يتعلموا ينموا قدراتهم السحرية ويطوروها. وبتاخدهم لقاء وبتعرفهم ان في 5 مجموعات للسحر في المدرسة، واول مجموعة اسمها فوزيس ودول بيقدروا يتواصلوا مع الحيوانات ويتكلموا معاها. وتاني مجموعة هم فليكرز ودول عندهم القدرة يحركوا اي شيء ويتحكموا فيه عن بعد. والمجموعة التالتة وهم الفلايرز وبيبقوا اقوياء جدا وبيتحكموا في النار وكرات اللهب اللي بتخرج من ايديهم. والمجموعة الرابعة هم الفلايز واللي بيقدروا يطيروا. واخر مجموعة هم فليكسز ودول بيقدروا يتحولوا لاي حيوان هم عايزينه. وبتبلغهم ان في اختبار تحديد مستوى عشان كل طالب ينضم للمجموعة بتاعته حسب قدراته. وبعدها بيبتدي الاختبار واللجنة بتطلب من اول مجموعة انهم يولعوا الشمعة من بعيد، وكل المجموعة بتنجح ما عدا طالب اسمه اليوت بيخرج من ايده دخان بيضايق اللجنة. تدخل بعده رينا وبتركز وبتولع الشمعة، واللجنة بتعجب بيها وبتاخد كارت باسم المجموعة اللي هتنضم ليها. وبيدخلوا مجموعة اللي بيتواصلوا مع الحيوانات وكلهم بينجحوا، ومجموعة طلبة الفليكرز بينجحوا في الاختبار ما عدا الطالبة بيبر اللي ما بتقدرش تتحكم في قدراتها. والفازة بدل ما تجيلها بتروح اتجاه اللجنة وبتتكسر وبتطير ورق التقديم بتاع اللجنة كله. ومجموعة الفلاير بيفشل فيهم الطالب اندرز اللي بيطير وما بيقدرش ينزل، وسكريف بيجيب السلم عشان ينزله، وللسبب ده بيبقى شايل شنطة فيها طوب طول الوقت عشان ما يطيرش. اما مجموعة الفليكسز بتفشل فيهم نوري وما بتقدرش تتحكم في سحرها، وبدل ما تتحول لقطة صغيرة بتتحول لقطة ضخمة بجناحات وديل تنين وبتطير وبعدها بتقع على الارض. وبيجي وقت النتيجة وبتطلع نايت للطلبة وبتطلب من كل واحد يقرا الكارت بتاعه عشان ينضم للمجموعة المناسبة لقدراته. وكارت رينا مكتوب فيه انها تنضم لمجموعة الفلايرز، وتستغرب نوري لما بتقرا كارتها وبتلاقي فيه UDM وما بتبقاش فاهمة هو ايه ده. والمديرة نايت بتوجهها للطريق اللي بيوصل للغابة، وبتكون يافطة UDM هناك. ولما بتدخل الغابة بتلاقي باب في الارض وبيطلع لها سكريف وبيقول لها تنزل وراه، وبتلاقي تحت اندرز واليوت وبيبر قاعدين وهي الرابعة بتاعتهم، يعني كل الطلبة اللي فشلت في الاختبارات. وسكريف بيعرفهم ان هو المدرس بتاعهم اللي هيدرس لهم الفترة اللي جاية. طلبة القسم ده بيكون عندهم مشاكل في قدراتهم السحرية ممكن تأذيهم او تأذي غيرهم، وعشان كده ما بيدرسوش هنا السحر لكن بيدرسوا مواد عادية. فنوري بتسأله ليه ما يلاقي لهمش حل في المشاكل اللي بتحصل لهم في السحر. وهنا بتيجي المديرة نايت وبتقول لهم ان السحر بتاعهم ملوش حل ومفيش حد هيقدر يساعدهم في المدرسة لانهم مش هيقدروا يطوروه، عشان كده ممنوع يمارسوا اي نوع من انواع السحر. ومع الوقت قدراتهم هتختفي وهيبقوا زي الناس العادية ويقدروا يرجعوا للعالم بتاعهم. وبتحكي لهم قصة طالب اسمه روبرتس زيهم عنده قدرات صحية لكن ما بيقدرش يتحكم فيها، وبيقدر الظل الاسود انه يسيطر عليه ويعمل فوضى كبيرة في المكان، بس بيقدروا يقضوا عليه بصعوبة. وهم كمان ممكن يحصل لهم كده لو ما نفذوش التعليمات واستخدموا سحرهم. نروح لمس روجر المسؤولة عن طلبة الفلايرز اللي بتبلغ طلابها ان المدرسة هتقيم حفلة للخريجين وهيقدموا عرض للطلبة المتفوقين، وهيختاروا 2 من كل قسم يتحدوا بعض ويشوفوا مين فيهم الطالب المثالي عشان يقدم مهاراته قدام كل الموجودين في الاحتفال. وبتنده على رينا عشان تعمل لها اختبار وبتحط لها فشار في طبق وبتطلب منها انها تسويه، وبتستخدم رينا سحرها وبتحرق الفشار. فروجر بتتضايق من مستواها. اما نوري زمايلها بياخدهم سكريف وبيقول لهم انه عنده مفاجأة ليهم، وبيروح عند بابه وبيفتحوا بيلاقوا جواه مقشات متعلقة. ونوري تفتكر انها مقشات بتطير وبتروح
بتروح تاخد واحدة وهي سعيدة وبتجري بيها وبتحاول تطير، لكن بتقع على الأرض. ولما بيسألوه فين المفاجأة بيقول لهم إن المقشات دي جديدة وغالية وإنهم أول حد يستخدمها. بتبتدي نور تنظف المكان لحد ما بتوصل لقسم الفليكسز اللي بيدرسوا فيه السحر بتاعها، وبتلاقي ميس هان ماسكة قطة صغيرة وبتشرح للطلبة بتوعها ازاي يقدروا يتحولوا لشكل القطة ويسيطروا ويتحكموا في التحول بتاعهم، وبتقول لهم معلومات خاصة بطبيعة القطط يركزوا عليها. وبسرعة بتطلع نور المذكرة بتاعتها وبتكتب المعلومات فيها، وبتقعد تلاعب القطة وبتمسكها من ايد ميس هان وبتحاول تتحول لقطة، لكن للأسف ما بتقدرش تتحكم في سحرها وبتتحول لمجموعة حيوانات في بعض. تبقى ضخمة وبيجي سكريف بسرعة وبيعتذر لميس هان وبياخد نوري وبيعاقبها وبيحذرها انها تستخدم سحرها مرة تانية. بيسيبها تروح تاكل مع زمايلها، وبنشوف رينا قاعدة لوحدها ومتضايقة وما بتتكلمش مع حد. بتلاحظ نوري قاعدة مع زمايلها فبتقوم تروح لها، لكن بتظهر مس روجر وبتمنعها انها تختلط بطلبة الUDM وبترجعها مكانها. نوري بتستغرب من تصرف رينا وبتقول لزمايلها انها هتحضر يوم التحدي بين الطلبة وهتتحول قدام اللجنة عشان تثبت نفسها، وبرغم انهم ما بيبقوش موافقين على الفكرة لكن نوري بيكون عندها امل في انها تلاقي حل لمشكلتها، وبتحاول تقنعهم ان هم كمان لازم يحاولوا. وفي قسم الفلايرز بنشوف مس روجر بتختبر فيليبو وبينجح في تسوية الفشار وطعمه بيبقى مثالي، ولما بيجي الدور على رينا بتنجح هي كمان لكن طعمه ما بيكونش حلو. روجر ما بتبقاش مبسوطة من مستواها، بتخرج وبتخبط في طالبة اسمها شاندرا وبتتكلم معاها وبتقول لها انها معجبة بموهبتها، لكن هي بتبقى محبطة فبتقول لها شاندرا انها تقدر تساعدها. وبعدها بتروح رينا على المكتبة، واما بتخلص قراية بتروح ترجع الكتاب مكانه، لكن بتلاحظ ان كل ما تدخل الكتاب لمكانه بيطلع كتاب تاني اسود، وبتستغرب جدا وبتبقى خايفة وبيقع الكتاب على الارض، فبتفتحه وتسمع صوته وبتخاف وبتحطه مكانه. وبتخرج بسرعة وبنلاقي شاندرا مستخبية وبتراقبها، وبترجع اوضتها بتلاقي الكتاب الاسود على سريرها وبيتفتح قدامها وصفحاته بتتقلب لوحدها لغاية ما يجي على رمز الظل الاسود، وبيخرج من الكتاب وبيدخل في جسم رينا. وبيجي يوم التحدي بتكون مس روجر مختارة رينا وفيليبو، وبتقدر رينا انها تسوي الفشار بشكل كامل لكن زميلها ما بيلحقش، وبتفوز بلقب الطالبة المثالية وان هي اللي هتقدم العرض في الاحتفال. وفي الوقت ده بتيجي نوري وبتتكلم مع اللجنة وبتطلب منهم انهم يدوها فرصة تثبت نفسها، وبتقول لهم انها هتقدر تتحكم في سحرها. نايت بترفض ونوري ما بتهتمش لرفضها، بتتحول لقطة صغيرة، وميس هام بتبتدي تحسب لها وقت تحكمها في قدراتها السحرية لكن ما بتلحقش، وفجأة بتتحول نور لحيوان ضخم بجناحات وبتطير وما بتعرفش تسيطر على نفسها. بسرعة بتروح لها رينا عشان تهديها وتقدر ترجع لطبيعتها، لكن بتطلع من ايديها كرة نار كبيرة وبتصيب نوري، بتقع على الارض وبترجع لطبيعتها. بتعتذر لها وبتقول لها انها ما كانش قصدها. نايت بتتعصب على سكريف وبتهدده بالطرد لو ما قدرش يسيطر على طلابه. لما بيرجعوا للقسم بتاعهم بيبقوا كلهم زعلانين من نوري ومحبطين، لكن هي بترفض انها تستسلم وبتفضل تحمس فيهم وانهم لازم يحاولوا تاني. فبيتأثر سكريف بكلامها وبيقول لهم انه متضايق لانه المسؤول عن قسم الUDM الهادم لاحلام الطلبة، وانه جه الوقت لتغيير القواعد والقوانين الظالمة، وبيعرض عليهم انه يساعدهم ويدربهم انهم يركزوا في قدراتهم السحرية عشان ينجحوا، وبيعرفهم ان ليه قدرة سحرية زيهم وما كانش بيقدر يتحكم فيها، لكن مع التدريب بقى يقدر يتحكم. بيوري لهم قدرته السحرية وبيقعد يغني، وبتتجمع كل حيوانات الغابة حواليه وكمان الطيور، وبيقدر يسيطر عليهم بغناه. في الوقت ده بترجع رينا اوضتها وبتتفاجئ بشاندرا جوه الأوضة وماسكة الكتاب الأسود وبتاخده وبتمشي. بيرجع الكتاب تاني على المكتب في اوضتها وبتبقى مش فاهمة ايه اللي بيحصل لها. تاني يوم بنشوف سكريف في الغابة مع نوري وزمايلها بيدربهم على التركيز وازاي يسيطروا على أجسامهم وقدراتهم السحرية، وبيفضل يدرب فيهم واحد واحد بالطريقة اللي تناسب طبيعة سحره لحد ما بينجحوا كلهم في اكتساب قدراتهم على التحكم في نفسهم وسحرهم. بنشوف شاندرا وهي بتطارد رينا في كل مكان وبتقول لها انهم لو اتحدوا مع بعض هيبقوا قوة كبيرة جدا ويسيطروا على كل شيء. ولما رينا بتيجي ترد عليها زمايلها بيستغربوا وبيسألوها هي بتكلم مين. بتعرف ان شاندرا مجرد شبح محدش شايفها ولا سامعها غيرها، وبتعرفها شاندرا ان هي السبب في ظهور الظل الاسود ودخوله جسمها والسيطرة عليه، وانه ممكن يسيطر على اي حد مش طلبة الUDM بس. بتيجي نوري وبتتكلم مع رينا وبتحس بالظل الاسود جواها لما بيتغير لون عينيها، ولانها صديقتها المقربة بتعرفها ان الظل الاسود
الأسود هيدمر كل شيء ولازم تحاربه وتقاومه. رينا بتبقى عايزة تضربها بكرة النار فبتخاف نوري وبتجري. بتروح بسرعة لسكريف وزمايلها وبتقول لهم على رينا وبيتفقوا مع بعض انهم يساعدوها وينقذوا المدرسة. وفي يوم الاحتفال بتطلب نايت من رينا انها تقدم مهاراتها السحرية قدام الطلبة والخريجين، وفعلا رينا بتقوم وبترمي من ايدها كرة نار ضخمة جدا وبتكشف عن نفسها وعن الظل الأسود اللي جواها، وفجأة بتتحول لتنين ضخم أسود وبتحصل فوضى كبيرة في المكان والكل بيكون خايف. مجموعة من الطلبة بيحاولوا يستخدموا سحرهم عشان يوقفوها لكن هي بتبقى أقوى منهم وبتتغلب عليهم، ومجموعة تانية بتحولهم لحيوانات. وفي اللحظة دي بتوصل نوري وزمايلها ومعاهم سكريف وبيبتدوا يحاربوا رينا والظل، وبيبر بتحاول تسيطر على الظل عشان ما يكبرش أكتر، وإليوت بيستخدم الدخان وبيدوخها وبيضعف قوتها، وأندرس بيطير حواليها عشان يشتت انتباهها. وساعتها نوري بتتحول لتنين وبتطير ناحيتها وبتخليها تفقد اتزانها وبتقع على الأرض. نايت بتؤمر الطلبة انهم يقضوا عليها لكن نوري تمنعهم وبتحاول تنقذ صاحبتها، وبتبدأ نوري تتكلم مع رينا علشان تقاوم وتحارب الظل الأسود، وبتفضل تقويها وتشجعها لحد ما بتنجح وبتقدر تتخلص منه. بترجع لطبيعتها وكل الطلبة يفرحوا بانتصارهم على الظل الأسود. والمديرة نايت بتؤمن بقدرات مجموعة اليو-دي-ام، بتقرر انها توزعهم على باقي المجموعات وبتلغي قسم اليو-دي-ام بالكامل. وسكريف بيدرس نوع السحر بتاعه للطلبة وما بيبقاش فيه تفريق بين الطلبة أثناء الأكل، وكلهم بيقعدوا مع بعض. وبنشوف الكتاب الأسود واقع على الأرض وبيتفتح وصفحاته بتتقلب وبيبان ان الظل الأسود لسه موجود. لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن أي مسلسلات أو أفلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفترة الجاية.